يا صباح الورد ويا صباح الياسمين، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسعد صباحكم يا رب، صباح السعادة، صباح الهنا على عيونكم بإذن الله رب العالمين. زي ما انتم شايفين ده عندنا على البحر، ده السكة بتاعتي كل يوم. كل يوم بناخدها مشي. عايزة نقول لكم هي مسافة طويلة بس بناخدها بقى مشي كده الصبحية. الله على الجمال. بصوا بناخد يعني الناس اللي من أسيوط عارفة شارع الهلالي ده بناخده من على البحر كله مشي لحد شارع الجمهورية. بصوا منظر عسل كده الصبحية، يديك بيديك كده يفتح روحك. المشي حلو أحسن ما بنركب الكلام ده، فبناخدها بقى زي ما انتم شايفين. ده عندنا البحر بتاع أسيوط. بناخد بصوا زي ما انتم شايفين آخر الشارع خالص اللي جايبة مننا. آه هو مشوار بس بيبقى حلو الصبح، بس كده بتفاؤل. والله لما بنمشي كده مع نفسي، الله على الجمال ايه ده. روحت بقى الحمد لله، يعني ده كان الصبحية حوالي الساعة 7. روحت بقى قلت ايه نعمل عيل سمك. لقيت واحد كان فرش بسمك كده يمة البحر. المهم جبت ايه، جبت 2 كيلو تمام. روحت بقى تبلتهم زي ما انتم شايفين. جبت توم رستم حلوة كده، مع ملح مع كمون سمك يعني كمون. حبة فلفل أسمر، ليمونتين أو 3 ليمونات. بيبقى التتبيلة ديت بسيطة وما بتبقاش يعني اللي هي ايه، في السمك بتخلي طعمه حلو. احسن يعني في خلطة السمك، بس خلطة السمك من حستها كده ان هي كلها مواد صناعية حاجات زي كده. فلا الحاجة اللي هي في البيت احسن تتعمل احسن من حاجة بره برضو. جبت بقى 3 ليمونات كده هنيجي نازلة بيهم على الدج. طريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت الغدا لما تكون وجبة سمك في الأسبوع بتبقى حلو. مثلا غدا لا العشاء تبقى تتعب، لكن هو السمك بيبقى عايز الغدا على طول. مسكت بقى ايه دجيتها كده، كنت دجيها دجة حلوة ودجيتها تاني بقى حاجة بسيطة يعني. وكنت جايبه السمك كان طازه. عارفين انتوا اللي خلاني اغراني بالسمك، لقيت السمك معاه كده بسم الله ما شاء الله. عارفه اللي هو طالع من البحر على طول. يعني لقيته معاه في المشنه اللي معاه ديت. ربنا يبارك لكل واحد في حاجته يا رب، اللهم امين. بس فلقيت بقى ايه الناس متلميه حواليه فعجبني، قلت والله لو واخده 2 كيلو. روحت عملتهم على طول، ما خدوش مني اي حاجه. انا عايزه نقول لك الصحيان بدري بيفرق معاكي، والله بيفرق في نفسيتك خالص. بيفرق في نفسيتك وبيفرق. بصي احسن ما تركبي اي مشوار رايحه الصبحيه امشي. المشي حلو، رياضه وبيفتح النفس وبيخليكي كده ماشيه. ايه ده، ايه ملكوت ربنا الحلو ده. بتحسي كده سبحان الله. بصي كده عينيكي تنظر للحاجات اللي زي كده تقولي سبحانك يا رب، ما اعظمك وما ارحمك. فبناخدها بقى مشي الصبح زي ما انتوا شفتوا كده، بنلاقي خضار بنجيب، بنلاقي سمك بنجيب اللي بيبقى تحت ايدي. دخلت بقى ايه خدت حبه زيت كده. انا عايزه اقول لكم برضو اخواتي، اما بنيجي نجلي سمك بناخد حبه صغيرين. هتملي الطاسه السمك الزيت بتاع السمك بيتكب بعديها. ما انت مش هتخليه مثلا لمره اسبوع، عمره ما يقعد كده طاسه في الطاسه معاكي اسبوع. لا خدي على جدك، خدي مثلا نص كوبايه، لان الزيت غالي زي ما انتم عارفين. فحاولي على قد ما تقدري ما تنجيش على مثلا ايه الطاسه. شوفوا انا بنجري في حبه قد ايه، عملوا لي وتبدي حبه كمان في الطاسه. هنا بقى كنت بنعمل رز بتاع السمك. مسكت بصلايه كده زي ما انتم شايفين، حطيتها معلقه سمنه معلقه زيت. هنخليها زي ما هي كده، هي كده مش محروقه لا، هي عايزاها بس تاخد اللون اللي هو الاحمر ده. وعملت نص كيلو رز. نص كيلو رز بيعمل حله مليانه. الكيس بيعمل لي هنعمل الكيس غدا وعشاء، لكن ده كنت عاملاه غدا بس. تمام. ما ينفعش بقى وجبه سمك في العشاء لان هيبقى تقيل، وفي نفس الوقت السمك بينيم. فهي لازم وجبة في الأسبوع عشان برضو كله بروتينات وحلو السمك عامة يعني. هتجليه ماشي، هتعملي صينية ماشي، هتشويه ماشي. بصوا الزيت ده عمل لي كتير. نزلت بقى بنص كيلو رز كده زي ما انتم شايفين. هنحط بقى معلقة معلقة كمون، ربع معلقة فلفل، معلقة ملح. طبعا ما كانش عنده بهارات بتاعت لحمة او بتاعت فراخ بنضيفها برضو على الرز، او مكعب دجاج. بس الصراحه ما كانش عندي لسه، ان شاء الله كده انزل نسوق بكره ولا بعده باذن الله رب العالمين. بس عايزه كده تشوفوا لي الفيديو للاخر، ده هيشجعني بنسبه كبيره انزل لكم فيديوهات. هيشجعني ان انا نعمل معاكم فيديوهات على طول، لان مده المشاهده عندي بسيطه جدا. فعايزه كومنتاتكم لايكاتكم. تشاهدوا لي فيديو للاخر كده تبقى عملت الواجب معايا، وربنا يجازيكم كل خير يا رب العالمين.
ولو انت لسه داخله قناتي جديد عجبك محتوايا، فعلي الكلمه السمراء كلمه اشتراك وتفعيل زر الجرس بالكل عشان كل ما ننزل حاجه توصلك باذن الله. جاليت بقى السمك هنا اهو، عايزه نقول لكم عسل اللي هو مفروش يعني، بص انت منشفاه وفي نفس الوقت مش مخليه ان هو مثلا ولا محمر جامد ولا هو ني، لا هو كده في الوسط. تمام تمام تمام. بص بقى خد معايا ايه، يعني حبه الزيت النونو دول عملوا لي كتير، فانت بقى زي ما بنقول لك برضو يعني انت وراحتك، بس الزيت هيكب الاخر معاكي كده كده، زيت السمك مش هيستنى. هتخليه ايه مثلا تعملي وجبتين في الاسبوع ماشي، بس اسبوع وجبه زي كده لا، اعملها على جد. عايزه اقول لكم برضو على حاجه بالنسبه لميزانيه البيت. طول ما انا نازله متوفر مثلا معايا 20 جنيه، نيجي جايبه بيها طماطم، نيجي يتوفر معايا مثلا 20 جنيه، نيجي جايبه بيها خضار، جايبه ليمون، كله في التلاجة. هيوفر معاك على فكره بنسبه كبيره جدا. يعني مثلا ايه النهارده معايا حاجه متوفره، هاتي واركني في البيت، هاتي عارفه كيلو مع كيلو مع كيلو اعمل لك 3 كيلو حلوين خالص. لو هتظبطي اسبوعك هتعرفي تظبطيه برضه. هنا بقى عملت طبق سلطه. طول ما انا ماشيه زي ما بنقول كل جرجير بنجيب، نلاقي خضره بنجيب، طول ما معايا حاجه متوفره نيجي جايبه بيها، نقول ايه نستغلها في البيت، كده كده ما فيش حاجه قاعده فنستغلها في البيت احسن. عملت بقى طبق سلطه، بصل اخضر، بصل اللي هو العادي ده، ربطه كزبره، طماطم، ليمون، خياره. بص طبق مشكل كده بيبقى حلو مع السمك. تمام. والجرجير، الجرجير ما بنقطعهوش ولا هو ولا الخضره ولا الليمون، ده على طول عندي في البيت. يعني مثلا الليمون انا عاوز نعمل ليمونات، انا عاوز مثلا نغسل سمك، يعني الليمون ما بنقطعهوش من البيت بصراحه لانه حلو خالص، زي ما انت عارفين برضو فيتامين سي. الخضره عايزه نعمل محشي، عايزه نعمل كفته، عايزه نعمل طبق سلطه، فبرضو الخضره الشبت، الجرجير، النعناع دول في البيت طابور البيت زي ما بيقولوا. بس عملت طبق برضو كده ايه، قلت جنب الاكل مع طحينه. كنت عايزه نعمل بتنجان مخلل بس ما كانش عندي صراحه يعني، فقلت بقى لما ننزل نساق في اي وقت نبقى نجيب معايا. جرجير بقى ماشي، تلاقي خيار ماشي. الحاجات دي بتدي على فكره حلوه خالص للجسم زي الفاكهه بالظبط. ما كنتش بقى مكتره في الطماطم، يعني هو بتاع نص كيلو طماطم. على فكره الطماطم رخصت يعني، ادعوا كده اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، جت ب10 وب12، مش عارفه بقى انتوا عندكم بكام. فعايزه نقول لك من الاخر كده، الصبح بدري كده خليكي تنتعشي، يخليكي كده يومك مبارك، يخليكي تخلصي كل حاجه بدري عشان يجي فتره بالليل دي ليكي ولعيالك ولنفسك، بتفرق والله في النفسيه خالص. دعواتكم اخواتي، دعواتكم يا رب. انا الواحد مش عايزه نتكلم في الفيديو عشان ما يجيليش حقوق طبع ونشر، او عشان ما القناه ممكن تتحذر مني. دعواتكم لاخواتنا في فلسطين، يا رب يا رب يجيب لهم كل الخير يا رب، لأمة محمد اجمعين يا رب. والله ده الواحد قدم، انت عارفين انتم من ننزل الفيديو وبنضحك وبنتكلم معاكم، بس الواحد ان كان عليه والله مش قلبي وجعني الواحد، لا مش وقت فيديوهات او كذا او كذا، بس تعودت عليكم وخدت عليكم زي ما انتوا خدتوا عليا وتعودتوا عليا. دعواتكم ولكم يا رب، واكتر بظهر الغيب. ربنا يا رب يفرجها عليهم يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اعداء الاسلام دول. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس فعملت كده بقى طبق السلطه اهو، حطيت كزبره، هنحط ملح، حبه كمون صغيرين. الكزبره على طول بتبقى برضو عندي في البيت، يعني منوفرها على طول. لملوخيه ماشي، لسلطه ماشي. هناخد بقى حبه دجه من بتوع السمك. افتكرت بقى ان انا حاطه ملح كتير في الدجه، فشلت بقى حبه ملح من اللي انا حطيته. بس كده ايه الطبق السلطه الحلو ده. بس كده خلصتها وخلصت الجرجير. هنعمل ايه يا ربي؟ هنعمل الطحينه. كنت جايبه بقى الطحينه بتاعت التموين، على فكره بتبقى حلوه خالص، بتبقى تقيله وحلو. والسمك بقى كان على السمك خلاص كنت بنجلي، وبرده الرز كان طاب، فاكله الحمد لله، يعني اكله بتبقى طعمها حلو. بس كده خلاص خلصت، فاضله الطحينه. تمام. كده برضو بصوا الخضره عامل ازاي، اللهم بارك يا رب. بنقول لكم الخضار الصبح بيبقى عسل،
لكن حاجة اخر النهار بتبقى تنزلي تجيبي تلاقي الحاجة كده بتبقى ناشفة وحاجة بايظة ومش شمس والكلام ده، لكن حاجة الصبحية بتبقى حلو. حطيت بقى طحينة زي ما بنقول لكم دي جايباها من التموين. هننزل بقى الخلطة اللي عاملاها بتاعت السمك البواجي، لا مش هتترمي طبعا، من استهلكها بقى في حاجات تانية. هنيجي حاطة ايه قد نص كوباية مية، وهنحط الخلطة بقى اللي هي بتاعت الايه بتاعت السمك البواجي، يعني فيها ليمون وفيها توم فيها كزبرة فيها يعني محوجة بمعنى اصح. هنحط ليمونة كده ونص كوباية مية. الطحينة متاخدش اي حاجة، بس اهم حاجة ما تكونش مكلكعة منك، يعني لما تجيبي طحينة ما تحطهاش في التلاجة، لا خليها بره بحيث ان هي ما تكلكعش منك. بس كده خلصتها برضو. كل ده ما خدش معايا حاجة. بصوا وانا واقفة كده على طول وجبة بقى العشاء اللي هو ممكن ايه حاجات خفيفة، جبنة فينو زيتون بيض، الحاجة الخفيفة دي. وفي نفس الوقت برضه عشان الميزانية ما تخرمش منك. ليه بنقول الميزانية؟ عشان حاجة غلط خالص. اللهم عافينا وعفى عننا يا رب. الحاجة بالأضعاف الأضعاف الأضعاف. فيلا الحمد لله رب العالمين. كل اللي ربنا يجيبه رحمة من عنده خير من عنده سبحانه وتعالى. خلصت بقى كده. هنشوف بقى ايه، هنشوف السمك كده. خلصت الطحينة وخلصت السلطة وخلصت والجرجير كنت غسلاه غسلة حلوة. وده كان غدانا النهارده. نتمنى يا رب روتين النهارده يكون عجبكم. نتمنى كده نكون اديتك نشاط تقومي كده تاخدي فيتامين ايه، خدي لك كبسولة فيتامين ايه كده. بس الحمد لله خلصت. وده كان غدانا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ما كنتش طولت عليكم. ادي طبق السلطه الجامد ده والسمك والرز. بصوا طلع عسل تحفه. وكمان لما تكون معلقه صلصه بتخلي لونه احمر من كده كمان، بس ما كانش عندي بصراحه. وكده عملت الطحينه وكان الرز والسمك. وده غدانا النهارده. نسيبكم يا رب على خير ونسمع عنكم كل خير يا رب وسعاده وراحه البال ليكم جميعا يا رب العالمين. مستنيه لايكاتكم، مستنيه كومنتاتكم، مستنيه تسمعي لي الفيديو للاخر باذن الله رب العالمين. نسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.